كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هعمل معاكم عربية الفول بحجم كبير عن الأحجام اللي أنا عملتها قبل كده. دي كرتونة يعني زي كراتين الشيبسي والحاجات دي. حطيت من فوق كده كرتونة أزيد، طلع حوالي 5 سنتي ونص أو 6 سنتي. بعد كده هجيب القماش بتاع الخيامية وابدأ ان انا اغلف الكرتونة بالقماش الخيامية بالشكل ده كده. وهنيجي عند الجزء ده ونلزقه كده، وهنجيب جزء هنا ونلزقه للمكان اللي تحت. بعد كده هجيب هنا كرتونتين للجزئين الجناب وكرتونة تانية بعرض عربية الفول، بحيث ان هي تبقى زي رف كده للعربية. بلزق الجنبين بالشكل ده، وبعد كده هلزق الرف بتاعهم بالشكل ده كده على الكرتونة واثبتها كويس واسيبها تنشف. بعد كده هجيب الشريط الاصفر ده والفه كده على العربية بالشكل ده كده، وهنيجي برضو عند الجزء ده هو كمان ونلفه. بعد كده هعمل 4 دواير عشان من الكرتون، عشان ده هيبقى العجل بتاع عربية الفول. غلفتهم بقماش الخيامية، وبعد كده جبت الشريط الاصفر وهلف على العجل بالشكل ده كده. بعد كده بقى هنثبت العجل في العربية ونظبط كده، نحاول ان هي تكون مظبوطة. هنا بعد ما لزقت العجل هدي الايدين بتاعة العربية كرتون كده ولفته على بعضه بشكل اسطواني، وبعد كده هغلفه بقماش الخيامية. اتمنى لو في حد اول مرة يشوفني ان هو يشترك في القناة وياخد فيها جولة في فيديوهات كتير وقايمة عاملاها عن زينة رمضان، والقناة بتاعتي عن اعمال الهاند ميد واعادة التدوير. وطبعا في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله برضو هنزلها معاكم. هنا بقى هبدأ ان انا اثبت الايدين بالشكل ده كده. كده خلصنا العربية. هنبدأ بقى نعمل المجسمات اللي في العربية. هنا دي قدرة الفول ازازة وشلت الغطا وقطعتها كده. بعد كده هستخدم عجينة السيراميك. اللي مش عنده عجينة السيراميك يقدر يستخدم الصلصال. بس انا بفضل عجينة السيراميك لانها بتنشف وبتبقى صلبة. بعد كده الصلصال ما بينشفش او بياخد وقت كبير عشان ينشف. هنا عملت للزور زي يعني غطا كده من فوق حواليها، وبعد كده عملنا الايدين بنبطط كده من هنا وهنحطها في المكان ده كده. دي الايدين بتاعه القدرة. عجينة السيراميك على فكرة سهلة جدا ان هي تتعمل في البيت، ومقاديرها سهلة. بنجيب نص كوباية من الغرة الابيض، وكمان كوباية من النشا، ومعلقة من الفازلين، وبنعجنهم في بعض كده يدينا عجينة السيراميك. هنا انا عملت برضو هنا جايبة الباليت دي علشان هحط كده واعمل على الدوائر دي زي اطباق كده من عجينة السيراميك. هعمل طبقين بس والباقي هستخدمه من دي القواعد بتاعه العلب، زي علب الايس كريم والزبادي والحاجات دي كنت بحتفظ بيها، فاخدت القواعد بتاعتها حسيتها تنفع زي ان هي تبقى اطباق. ودي علبة بلوبيف قطعتها كده وعملت منها زي السكينة، وعملت منها الايد للقدرة.
وهنا دي الطبقين اللي انا عملتهم كنت بعملهم على الباليت بتاعت الالوان. وهنا دي القدرة. كل دول هرشهم بالسبراي الذهبي. بعد كده هجيب عجينة السيراميك، طبعا انا بستخدمها على الابيض. بعد كده هلون كل ده. فانا بوريكم بس انا عملت ايه. هنا بعمل كرتونة البيض، عملتها كده بططتها وعملتها شكل مربع. بعد كده جبت قلم وبدأت ان انا اعمل زي فراغات كده اللي هي بتاعة البيض اللي هيتحط فيها البيض. وهنا بعمل زي ايه كور كده وبخليها مدببة من فوق شوية بحيث ان هي تديني شكل البيض. خلصنا البيض هنعمل هنا دي ده المخلل. انا هعمل معاكم برضو طبق للمخلل. فعشان يدينا الشرشرة كده بتاعت المخلل ممكن ان احنا نستخدم القطر او السكينة ونعمل زي زجزاج كده، او ممكن نسيبها صوابع كده عادية برضو ايه يعني اللي اسهل لكم تقدروا تستخدموه. انا عن نفسي حبيت ان انا اعملها مزجزجة كده زي ما بنشتري المخلل عشان يبقى واقعي اكتر بالشكل ده كده. طبعا انا بوريكم وبنعمل بقى يعني كمية كده من كل حاجة عشان لما نحطها في الطبق تبقى ظاهرة وباينة. هنا دلوقتي احنا بنعمل الفلفل، ببططها لان ده فلفل اللي هو المقلي. فالفلفل المقلي بيبقى متبطط كده. وزي ما قلت لكم انا كل الحاجات دي عاملاها باللون يعني بلونها اللي هو انا ملونتش العجينة. هلون بقى كل حاجة بعد كده لوحدها بعد ما تنشف، ومش بتاخد وقت ان هي تنشف يعني ساعتين 3 كده وبتلاقي الحاجة نشفت. وهنا دلوقتي انا بعمل كمان البتنجان المقلي. بعمل كده شكل البتنجانة ومن هنا بقطعها كده كأنها مقطوعة من الجنب بالشكل ده كده. وبرضو بتحس ان هي فيها زي تانية كده. يبقى كده خلصنا البتنجانة. هنبدأ ان احنا نعمل اللي هي البصل الاخضر. ببرم كده وبعمل الشراشيب بتاعة البصل بالشكل ده. وبعمل 3 جنب بعض وواحدة رابعة كده فوق. وابدأ اكور الجزء الفوقاني ده وارفع كده من تحت شوية بحيث ان هي تديني الشكل بتاع البصلاية. هنا بقى دي غطيان اللي هي بتاعة السبراي والبخاخات والحاجات دي اللي هي بتاعة كحول والحاجات ديت. اخدتها ولونتها من جوه. اي نوع الوان عندنا متوفر. انا بلون بالوان جواج ممكن اي يعني نوع الوان ميه اي حاجه بلونها من جوه بالشكل ده باللون اللي انا عاوزاه. هنا انا عملت 4. وهنا انا كده هنا بعد ما رشيت القدرة بالسبراي الذهبي. ودي الاطباق اللي هي كانت قواعد للايس كريم. ودول الطبق اللي انا عملته من السيراميك. هنا اجيب ده صمغ. هنزل الصمغ ده في الطبق بالشكل ده واوزعه كده. بعد كده هجيب اللون البني احط كده بالفرشة لون بني واقلبه كده شوية في بعضه مع الصمغ. وهنا كنت عاملة من عجينة السيراميك دواير كده صغيرة بعملها باللون البني برضو كأنها فول. واحطها في اللي هي الطبق بتاع الفول بالشكل ده كده. بحيث ان كده كأني يعني فول ويديني الشكل الواقعي لطبق الفول. وهنسيبه بقى ينشف. بعد كده هجيب دي بتاعة البيض بعد ما دهنتها باللون البنفسجي. وهنا
البيض نفسه، عملت بيض اللي هو الاحمر وبيض الابيض. لونت طبعا كل الحاجات دي بقى، ابتديت ان انا الونها. بعد كده بقى هبدأ ان انا احط البيض اللي انا عاملاه ده. زي ما قلت لكم نقدر نستخدم الصلصال عادي، مفيش مشكلة، بيبقى هو نفس الموضوع، بس طبعا ده بينشف، عجينة السيراميك بتنشف. هنا عملت واحدة كرتونة بالبيض الابيض وواحدة بالبيض الاحمر، وهنا لونت البصل الاخضر، وهنا لونت البتنجان اللي هو المقلي اللي انا عاملاه بقى بالشكل ده كده. وهنا ده الفلفل المقلي او قرون الشطة مقلية. وهنا المخلل عملت طبعا في برتقاني وفي اللون اللي هو اللي مدي زي البامبا ده شوية كده. وهنا بعد ما رشيت طبعا السكينة بالسبراي ولزقت عليها فوم كده على ايديها بالاسود عشان تبين ان هي سكينة، وعملت قرمة من الفوم. وهنا دي دواير من الفوم هحط عليها صمغ، وبعد كده بحط شوية كزبرة كده على الجزء اللي انا عملته بالصمغ. وهنا دي ازازة كده عندي كانت فيها فانيليا سايلة، استخدمتها ان هي تكون ازازة ودهنتها من بره كده باللون مدي على ذهبي شوية، وهلزق عليها هنا كده واكتب زيت. هنا بقى نعمل قفص العيش، عملته معاكم كذا مرة قبل كده. دي عصيان الشيش طاووق، بنقطعها على المقاس اللي احنا عاوزينه، بعد كده نلزقها بالشكل ده كده. بعد كده هعمل العيش برضو من الفوم، وبحط هنا نقطتين من اللي هو القلم الفلوماستر البرتقاني، وبسيحها بايديا كده بحيث ان هي تديني شكل العيش الشامي. وبعد كده بقى هلزقه او هرصه على القفص. كده خلصت القفص. هنيجي بقى نجيب طبق، هنا حطيت عليه صمغ برضو زي ما استخدمت في طريقة الفول، بس حطيت الصمغ بس وما لونتوش. وهنا عاملة قطع كده من عجينة السيراميك، عاملة دواير وقطعاها 4/4. بعد ما عملت الدايرة عملتها 4/4 ولونتها بالأحمر عشان تديني كأن طماطم، وأخضر عشان يبقى كأن خيار، والبصل باللون البنفسجي. وابدا ان انا اخد كل قطعه وانزلها كده بعصايه الشيش طاووق دي، ادخلها جوه في الصمغ اللي هو الشفاف ده، وافضل طبعا احط كل الكميه اللي انا عاملاها دي ازقها كده جنب بعض وافرقها بحيث ان هي تديني شكل طبق السلطه. هنا بعد ما خلصتها كلها بقى كده ده شكلها، شكل طبق السلطه. وطبعا بسيبها بقى في الهوا كده تنشف مع نفسها. هنا دي اطباق الفول، طبقين الفول. وهنا بعد ما لزقت البتنجان مع الفلفل، وهنا حطيت البصل الاخضر في طبق برضو. دي اطباق زي ما قلت لكم مش معموله من عجينه السيراميك، معموله من قواعد العلب اللي هي البلاستيك زي الايس كريم وكده. هنا دي البطاطس دي انا عاملاها من الفوم الاصفر، قطعته كده صوابع ولزقته. وهنا دي الطعميه لزقتها كده، كل ده لزقاه بالشمع. وهنا ده طبق المخلل لزقتهم برضو فوق بعض كده. وهنا ده الطبق اللي كنت عاملاه معاكم بتاع السلطه.
هنجمع بقى كل حاجة ونبدأ ان احنا ايه نرصها على عربية الفول. هنحط هنا قفص العيش وهنا القدرة بتاعة الفول، هنلزقهم طبعا بالشمع. بعد كده هجيب الايد بتاعة قدرة الفول وهحطها هنا، احط شمع عليها والزقها هنا كده بالشكل ده، اثبتها كده. بعد كده هجيب القرمة وهلزقها هنا، وهجيب رغيف من العيش اللي انا عاملاه من الفوم، وهحط السكينة كده وهحط الرغيف كأن السكينة قطعاه او مقطوع في الجزء ده كده على القرمة. بعد كده بقى احط اللي هي كرتونتين البيض فوق بعض بالشكل ده كده، طبعا هلزقهم بالشمع. وهنا بقى ده الطبق بتاع الطعمية، هحطه هنا كده على الحرف. وده طبق السلطة، حطيت شمع برضو ودي هلزقه في المكان ده كده. وهنا طبق المخلل، وبعد كده هجيب الكوبايات اللي انا عملتها، احط كوباية هنا واحط طبق فول جنبها، وادي كوباية تانية، وبعدين الطبق بتاع المخلل في النص، والكوباية الرابعة والطبق التاني بتاع الفول، وقصدي التالتة والكوباية الرابعة جنبها كده. طبعا انا رصيتهم، رصيت كل الحاجات اللي عملتها، وده طبعا شكلها النهائي. ده الشكل اللي هو من الناحية اللي عند قدرة الفول. حطيت طبعا برضو طبق البطاطس و اللي هي البصل الاخضر من قدام من هنا. وهنا الناحية التانية بقى بتاعت اللي هي فيها الكوبايات والفول من الناحية دي. وهنا حطيت عروسة كده كنت عاملاها معاكم برضو السنة اللي فاتت، المسحراتي، ليها فيديو بطريقة لبسها. وده الشكل النهائي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله. اول حاجة هنجيب طبعا علبة كرتون زي كده، يعني مش نفس بالظبط، يعني مربعة مستطيلة، اي علبة متوفرة عندكم هنجيبها وهنحط عليها ورق الفوم الاخضر. طبعا انا قايسه الجوانب بتاعه كل جنب، وهلزق عليه اللون الاخضر ده اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا قايسه المقاسات وهلزقها على كل جنب. وبالشمع وهلزقها. طبعا انا هستخدم الناحية السادة، يعني انا عايزاها تبقى سادة، مش حابة ان انا يكون فيها اللي هو الجليتر ده، انا عاوزاها تبقى سادة عشان تبقى الشكل، يعني شكل اللي هي على قد ما اقدر تكون شكل عربية الفول اللي بنشوفها بره في الشارع. يعني اللي حابب ان هو يسيبها يعني يعملها على الناحية اللي فيها لمعة براحته، بس انا شايفة ان هي كده احسن. بعد ما لزقت الاربع جوانب هنيجي للجزء اللي فوق ده، طبعا قايساه برضو وبفوم احمر وهلزقه بالشمع برضو. نتأكد ان الاماكن كلها ملزوقة كويس، نضغطها عشان الشمع يلزق معانا، لو في زيادات نشيلها.
بعد كده هجيب الجزء اللي هو دي هي طولها 18 في 4، عاملة 2 نفس المقاس، وهلزقها. هعمل الجزء اللي انتوا شايفين زي ما انا حاطاه كده، واللي هو هيبقى حامل اللي هيبقى الحامل بتاع الرفوف بتاعتنا بتاعت العربية، وده 4 في 4.5. دي الجناب. طبعا هغلفها باللون الاحمر، بالفوم، يعني هلزقها بالفوم. انا عاملاها كرتون الاول، وبعد كده هلزقها يعني هحط عليها فوم زي ما عملت في العلب. دي يعني حاجة كده مدورة كانت عندي، حبيت ان انا احطها تبقى للقدرة الفول. انا هحطها كده الاول واعمل علامة بالقلم كده، احدد المكان بتاعها، وهفرخها بالقطر علشان اروح حاطه بقى، يعني احطها كده جوه، واحط عليها بعد كده قدرة الفول. ده سبراي لونه فضي هرشها بيه، طبعا بنرج الازازه قصدي قبل ما نستخدمها. هنا الرفوف انا غلفتها بالفوم زي ما قلت لكم، وهبتدي ان انا الزقها. اللي مش حابب يستخدم سبراي، في برضو ممكن نستخدم ورق الفويل. انا كنت مستخدماه في عربية الفول اللي كنت عاملاها معاكم السنة اللي فاتت، كنت مستخدمة ورق الفويل. فعادي اللي مش عنده او مش حابب ان هو يجيب سبراي، ممكن يستخدم ورق الفويل عادي. ودي الجوانب. اتمنى لو الفيديو يعني الفيديو عجبكم، ما تعملوا يعني تعملوا له اللايك وتعملوا له الشير وتشتركوا في القناة، وتسيبوا لي كومنت برضو تشجيع. بعد ما لزقنا الجنبين هنحط الرف من فوق، وهنتأكد ان هو لزق معانا كويس. في حرف كده باين ان هو يعني في كرتون، فانا قطعت شريط كده رفيع من الفوم الاحمر ولزقته بيه. دي بقى الرف الفوق اللي هو احنا عملنا اول رف، ده الرف التاني. كرتون عادي برضو، ورشيته بالسبراي الفاضي. وزي ما قلت لكم، اللي مش عايز يستخدم سبراي ممكن يغلف بورق الفويل عادي. نمسكه كده شوية علشان يبقى يعني ينشف معايا. طبعا انا عاملاه الرف ده اللي هو اللي فوق ده اصغر شوية من اللي تحت بحوالي 1.5 سنتي، يعني او 1 سنتي تقريبا. وطبعا المقاسات دي انتوا بقى بتعملوها على حسب مقاس العلبة اللي عندكم، يعني دي حاجة بقى انتوا بتقيسوا وتشوفوا تقدروا على قد المقاس العلبة اللي عندكم حجمها ايه. بعد ما حطيت الجوانب هحط بقى الرف اللي هو الاخير، الجزء اللي فوق ده برضو رشاه بالسبراي الفضي، ونظبط كده كده خلاص. هنجيب دي بقى قدرة الفول. هي طبعا ازازة فانتا انا عجبتني، ان هي ليها كده زي بومبيز، زي عربية، زي قصدي قدرة الفول. طبعا انا شلت الغطا وشلت الجزء اللي فوق خالص بالقطر، وهجيب بقى الفوم ده
عاملة دايرة كده على مقاس الفتحة بتاعت اللي هو المفروض الجزء اللي من الفتحة بتاعت اللي هي القدرة، وهلزقها فيها علشان تعمل كأنها يعني زي فتحة كده او غطا للقدرة. ودي المقابض بتاعت او الايدين بتاعت قدرة الفول، عاملاها من الفوم برضو، عاملاها كده باي لون من الفوم، لان انا كده كده هرشها طبعا بالسبراي برضو كلها، فكل ده هيتغطى ويبقى لون واحد. دي الايدين يعني عاملاها شكل يعني شكل الايدين كده لفة كده ومن فوق مفتوحة. لو مش عندكم ازازة الفانتا ممكن تستخدموا اي ازازة عندكم، بس انا عجباني دي لان هي ايه يعني ليها كده يعني منفوخة شوية عن التانيين، فبتديكي ايحاء ان شكلها شكل القدرة اكتر. هنا بعد ما رشيتها بالسبراي كلها وهنحطها طبعا بالشكل ده، بس انا مش هلزقها دلوقتي، انا بوريكم يعني هي هتبقى عاملة ازاي، هسيبها للاخر شوية. هنيجي ان احنا دلوقتي عايزين نحط بقى اللي هي الكلمات اللي بتبقى او الزينة بتاعة العربية. فانا كنت محددة بقى بالقلم كده وشفت المقاسات، يعني دخلت حوالي 1 سنتي من كل حرف، خليت اللون الاخضر ان هو يبقى 1 سنتي. وعملت المربعات اللي هي بالفوم اللون الاحمر ده، وهلزقها بالشمع كده. طبعا العربية الفول دايما بيبقى فيه جزئين كده رفيعين على شكل مستطيل بالطول، وفي جزئين تاني بالعرض. نحاول طبعا، انا كنت عامله معلمه بالقلم كده عشان وانا بلزق ما يبقوا في سوا واحد يعني. ودول الجزئين اللي بقول لكم عليهم بالعرض طبعا، وعامله من الجناب كمان. بعد ما لزقتهم هنجيب اللون الاصفر اللي هو بيبقى بقى متحدد بيه الاحمر، شريط رفيع خالص، يعني قصيت كده حته رفيعه خالص بحيث ان انا اعملها اطار للون الاحمر اللي انا عاملاه كده. لو في اي زيادات برضو بنقصها، ونبتدي ان احنا نلزق كل الحروف ديت هنعملها باللون الاصفر بتاعنا ده. كل اللي احنا بنشتغله ده من ورق الفوم. بعد ما خلصت عملت كل الجوانب، عايزة اعمل ايدين ليها، الايدين بتاعه العربية. انا كنت للأسف ما كنتش اعرف ان الفيديو ما بيصورش، بس هي عامة يعني من الفوم برضو، وانا كانت اسطوانة يعني مستطيل كده، ولفيته ولزقته بالشمع وعملته كده على شكل اسطوانة بحيث ان دي تبقى الايدين باللون الاخضر طبعا. وهلزقها بالشمع وامسكها كويس علشان طبعا ده فوم فعايز يتثبت كويس عشان يبقى ماسك معايا. هنا بعد ما عملت الجزئين اللي هو الايدين الاتنين، هبتدي ان انا اكتب. انا جايبه دي يعني عصايه الشيش طاووق كده، خدت الحرف المدبب بتاعها، وكان عندي اللي هو البلاستيك الدهان يعني اللي انا بستخدمه في الحاجات اللي انا بعملها في القناه، فانا هكتب بيها على العربيه.
وانتوا ممكن تستخدموا الوان او ممكن لو مش عندكم الوان اللي هي الجواش او الالوان اللي موجوده عندكم او كوريكتور حتى، ممكن تستخدموا الفوم تكتبوا بيه باللون الابيض طبعا، وتكتبوا يعني تعملوا الحروف بيه وتلزقوها عادي برضو، مفيش مشاكل خالص، مش هتقف يعني معانا ولا حاجه. طبعا انا هكتب هنا رمضان كريم. ما خدتش بالي ان مش واضح قدامكم وانا بكتب، بس يعني اكيد انتوا الفكرة يعني ظاهرة قدامكم. طبعا انا هكتب كل المربعات اللي انا عاملاها بالاحمر دي، طبعا هيتكتب عليها لان عربية الفول طبعا بيبقى مكتوب عليها كلها، فتكتبوا بقى اللي انتوا عايزينه. ده غطا بتاع علبة بلوبيف، فانا عايزة الحروف بتاعتها دي. طبعا انتوا لو عندكم اي غطا مثلا علبة تونة اي حاجة، هناخد الحرف اللي هو بيبقى يعني ينفع يتقص. ليه؟ عشان انا هعمل السكينة وهعمل الايدين بتاعت او المغرفة بتاعت القدرة منها، فهناخد جزء كده صغير، وهجيب قلم وهرسم شكل السكينة بتاعتي بالقلم كده من فوق. طبعا هعمل السكينة هيكون طبعا لسه الايدين بتاعتها ما اتحطتش، هي تبقى بس الجزء اللي هو ده، والجزء التاني اللي هيتحط فيه المقبض هعمله برضو، بس هيبقى ارفع شوية من الجزء بتاع السكينة. طبعا هو مش واضح لكم قوي وانا بقصه، بس بعد ما يتقص هوريكم اللي انا بتكلم عليه. وطبعا هرشه بعد ما اعمله، هرشه بالسبراي برضو الفضي اهو، اقصد كده ان هي هتبقى كده، هتبقى بالشكل ده. وده السبراي اللي انا استخدمته ب15 جنيه. وهنا انا بقى عملت يعني قصيت كده وخليت زي حتة كده رفيعة، وهلف بحيث تبقى دي الايد. انا طبعا هبقى مدخله المغرفه دي جوه، فانا مش هاممني ان يبقى ليها مكان من جوه، انا عايزه الجزء اللي باين من فوق بس. فانا هعمل طبعا المغرفه بتاعتها بتبقى يعني ليها زي حته ملويه كده من فوق، فانا عملتها وهرشها بالسبراي. ده غطا بتاع ازازه برفن، فانا اخدته برضو وده سلك رباط عملته شكل الايدين. ده هتبقى كوباية، حاجات بسيطة جدا وموجودة في البيت. اي حاجة موجودة بنشغل دماغنا كده ونستخدمها. طبعا انا هلزقها بالشمع، ده يعتبر هتبقى الايدين بتاعت الكوباية اهي. وطبعا لما تنشف هرشها برضو بالسبراي. هنجيب السكينة وعملت يعني حتتين كده صغيرين من الفوم الاسود عشان الزقهم بقى للايد بتاعت السكين. من جنب ومن الجنب التاني كمان اهو بالشكل ده كده. طبعا الفانوس اللي هناك ده برضو انا اللي عاملاه، وكنت منزلاه يعني لسه قريب، بتمنى تتفرجوا برضو عليه. انا عاملاه من الكرتون، حبيت ان انا اعمل الفانوس الصاج بس من الكرتون لان انا بحب الشكل ده، كان عندي وانا صغيرة اهو. ده شكل السكينة. هنيجي بقى عايزين نعمل العيش الشامي اللي بيبقى يستخدم، اللي بيبقى يعني بيحطوا لنا فيه السندوتشات.
هنجيب ده فوم عاملاه شكل دايرة، طبعا لونه اوف وايت، وبقلم كده لونه برتقاني، وهحط كده زي الون كده في النص حبة، واروح مسحة بايدي على طول علشان يديني بقى الشكل ايه، الشكل بتاع رغيف العيش. نعمل واحدة كمان، طبعا كلهم عاملاهم مقاس واحد، شكل دايرة ومقاس واحد، وبالقلم كده وامسح بايدي بحيث ان ايه ما يبقاش باين ان انا كنت عاملة يعني يبقى في خطوط امسحها ويديني شكل رغيف العيش. هعمل منها طبعا كذا واحدة. هنجيب براية، دي براية بتاعتي فيها جزئين، انا عايزة الجزء الكبير لان ده شمع. جبت يعني اللي هي بتاعت الشمع ديت، وهبتدي ان انا ابريها علشان انا هعملها منها الازازة. هبريها لحد ما تديني جزء رفيع كده من فوق، وبعد كده هقصها كده من تحت واعمل لها خطوط كده من النص زي ازازة الزيت. هنا ده بعد ما كتبت اهو ونشف اهو زي ما وريتكم كنت بكتب ازاي، اهو خلاص ونشفت. ازازة الزيت طبعا برضو بعد ما اعملها وهلونها ويبقى خلاص كده وتتلزق. دي الرجول، رجلين بقى عملت دايرتين وعملت عليهم فوم. الرجول بقى تتعمل اختياري زي ما انتوا عايزين، لو شايفين اللي انا عاملاها دي صعبة. ده الرف اللي هيتحط من الجنب عاملاه باللون برضو الفضي، وهلزقه بالشمع. وهنا بعد ما حطيت قدرة الفول لزقتها طبعا بالشمع، وهبتدي دلوقتي ان انا الزق كمان المغرفة بتاعت قدرة الفول، احطها كده واخليها تبقى باينة. دي زي قرمة كده انا عملتها برضو من الفوم، عاملاها شكل القرمة. وادي السكينة، طبعا انا بوريكم بس كده كده طبعا كل ده هلزقه بالشمع، فانتوا انا بوريكم يعني الشكل هيبقى ازاي. دي الاطباق ديت من اللي هي بتاعه الشمع اللي بيبقى فيها الشمع، لما طبعا بيخلص بتتفضل لنا اللي هي الحوامل دي بتاعه الشمع، فانا استخدمتها وحطيت فيها عاملة يعني جايبة فول وحطاه ولزقاه فيها، وواحدة والتانية عاملاها زي بتنجان كده، عاملاه برضو من الفوم دايرتين، واحدة سودا وفوقيها واحدة اوف وايت، ولزقاهم بالشمع طبعا، وحطيتهم كده برضو في الطبق. والناحية التانية زي ما قلت لكم فول، واللي تحت دي طبعا الكوباية اللي قلت لكم ان انا عملتها. وده العيش يعني بحطه كده ديكور بقى، في اوزعه في كل مكان بقى. على الديكور ده بيبقى على حسب ذوق كل واحد. وازازة الزيت وكتبت عليها كمان بعد ما دهنتها، وحطيت لها زي دايرة كده لولي صغننة من فوق، وكتبت عليها زيت، كلمة زيت يعني عشان يتعرف ان دي ازازة زيت اهي. وطبعا ده الشكل النهائي، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير للفيديو. كل سنة وانتم طيبين.